ولم تشوفها وحابب تتفرج عليها، خليك معايا وانت ببيتك وانا سوف اخليك تشوفها. ولو حابب تتعرف على معالم القاهرة، خليك معايا في هذا الفيديو، سوف استعرضها لك. النهاردة هناخد جولتنا من ميدان المطرية حتى نصل الى شارع جسر السويس، مرورا بميدان الحلمية. وسوف استعرض مع حضراتكم تسمية اسم المطرية بهذا الاسم، فهو يعتبر من أعرق حي المطرية، يعتبر من أعرق أحياء القاهرة، ويعتبر من أقدم المدن المصرية، سواء كان في التاريخ المصري أو في التاريخ الديني، لأن ارتبط اسم المطرية برحلة العائلة المقدسة. ويوجد بحي المطرية بئر السيدة العذراء. وقد سمي اسم المطرية في التاريخ بمدينة الرب والعلم عند الفراعنة. ومعنى كلمة الرب لأنها كانت تضم مركز عبادة الشمس، ومعنى كلمة العلم لأنها كانت تضم مكتبات الفلاسفة وعلماء الفلك والرياضيات. ومن أشهر أسماء المطرية، أو من ضمن أسماء المطرية، فهو اسم لاتيني من كلمة مطر، وهي تعني إن الأم، يعني كلمة مطر دي بتعني الأم، وذلك لأن السيدة العذراء مرت في هذه المنطقة. ويوجد أيضا من ضمن المعالم حي المطرية شجرة مريم، وهذه الشجرة هي شجرة مشهورة ومن أقدم السنين. وأيضا من أسماء المطرية فهي مهد الحضارات، لأنه يوجد بها بقايا المعابد وتوابيت الفراعنة. كما يوجد أيضا في حي المطرية مسلة المطرية، ودي تعتبر من ضمن المعالم الرئيسية في حي المطرية. وإن شاء الله أعدكم في الفيديو اللي جاي، هصور لكم فيديو عن شجرة مريم وعن المسلة بتاعت المطرية. واحنا دلوقتي نازلين اهوت من على كوبري المطرية، وهيقابلنا بعد ما ننزل على الكوبري الشارع اللي قابلنا على اليمين ده شارع سليم الأول. يعتبر شارع سليم الأول من أقدم الشوارع في حي الزيتون، وممتد شارع سليم الأول لحد ميدان النعام اهو، اللي على نصيته اليافطة الحمراء دي بتاعت معمل ألف، ده شارع سليم الأول. واحنا كده اتجهنا إلى ميدان ابن الحكم، ثم بعد ميدان ابن الحكم هنكمل حتى نتقابل مع شارع جسر السويس وكوبري التجنيد. احنا ما زلنا لسه، ده يعتبر شارع زهراء الحلمية. ودلوقتي على يميننا مدارس، دي مدارس خاصة أو مدرسة خاصة بمعنى أصح، يعني عشان ما يبقاش مجمع، هي مدرسة واحدة هي على يميننا اهيت. ولو أنا دخلت على طول هطلع على جسر السويس زي ما حضراتكم شايفين اليافطة من على الكوبري، بس احنا مش هنطلع كوبري وهنمشي من تحت، على أساس إن احنا هنخش على ميدان ابن الحكم ونبدأ نتعرف على الميدان.
يفصلنا عن الميدان في حدود 200 متر. ها هو ظهر ميدان ابن الحكم اهو قدام حضراتكم. والشارع اللي على اليمين ده برضو ده يوديني على الزيتون، بعض شوارع من حي الزيتون يعني. ولكن احنا هنكمل على طول لغاية لما نتقابل مع شارع جسر السويس وكوبري التجنيد. أرجو أنك تدعمونا بالاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وأترككم للاستمتاع بالجولة